أهلا بكم يا سنة تالتة إعدادي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض الترم الثاني تاريخ مع الدرس الأول ثورة 23 يوليو 1952. ومنهج التاريخ بيتكون من وحدتين، الوحدة الثالثة 5 دروس والوحدة الرابعة من درسين. الدرس الأول ثورة 23 يوليو 1952 ميلادية وهو درسنا النهاردة. الدرس الثاني مصر والقضية الفلسطينية. الدرس الثالث حرب أكتوبر 1973 ميلادية. الدرس الرابع مصر والصراع العربي الإسرائيلي. الدرس الخامس ثورتا 25 يناير 2011 يونيو 2013 ميلادي. أما الوحدة الرابعة فيه درسين. وما تنساش تشترك في جروب التليجرام، هينزل عليه أسئلة مهمة. هسيب لك الرابط في أول تعليق. حط لايك وشير للفيديو مع أصحابك. يلا بينا نشرح درسنا النهاردة. اختلفت الكتابات وتعددت الآراء حول ثورة 23 يوليو 1952. في بعض المؤرخين قالوا إنها تكتسب أهمية كبيرة عشان تركت من آثار على أغلب الحركات التحريرية في المنطقة العربية بشكل خاص وفي العالم بشكل عام، وعشان أسهم به قادتها في تأسيس لحركات دولية، منها على سبيل المثال حركة عدم الانحياز والحياد الإيجابي. وبعض المؤرخين تاني قالوا ما بدأتش عشان عندما تأسس تنظيم الضباط الأحرار أو عندما سيطرت قيادة الثورة على مقرات الجيش أو الإذاعة المصرية. كانت هي مكمل لنضال كان طويل ممتد قبل كده لشعب مصر قبل الثورة. اللي خلاه الثورة قامت عشان صارت ضد الفساد والاحتلال لما ضغط على الشعب وسوء الحكم منذ الثورة العربية عام 1919 وحتى قيام الثورة من 23 يوليو اللي هو 1952 ميلادية. اللي قام بثورة 23 يوليو هو تنظيم الضباط الأحرار. تنظيم الضباط الأحرار اللي أسسوا مين؟ أسسوا الزعيم جمال عبد الناصر. هم مجموعة من الضباط من الجيش المصري. دول عملوا التنظيم ونظموا صفوفهم في سرية كاملة في الكتمان، بهدف القيام بثورة. أقاموا الثورة للقضاء على الفساد وتحرير واستقلال مصر من الاحتلال البريطاني. لما قامت الثورة سيطروا على الإذاعة المصرية، وده كان في 7:30 صباح يوم 23 يوليو 52. وزيع البيان الأول للثورة من دار الإذاعة المصرية باسم مين؟ باسم اللواء محمد نجيب، القائد العام للقوات المسلحة. ومين اللي ذاع البيان بصوت مين؟ بصوت محمد أنور السادات. وأصبح اللواء محمد نجيب مسيطرا على جميع قطاعات الجيش المصري. يبقى ثورة 23 يوليو 1952 هو تنظيم الضباط الأحرار، واللي أسسوا الزعيم جمال عبد الناصر، مجموعة من الضباط من الجيش المصري
قاموا بثورة للقضاء على الفساد وتحرير واستقلال مصر من الاحتلال البريطاني. سيطروا على الإذاعة المصرية صباح يوم 23 يوليو 1952، وأذيع البيان الأول للثورة من دار الإذاعة المصرية باسم اللواء محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة بصوت محمد أنور السادات. وأصبح اللواء محمد نجيب مسيطرا على جميع قطاعات الجيش المصري. يبقى اللي أسس التنظيم أسسه الزعيم جمال عبد الناصر، خد بالك معاي، واللي تولى الحكم اللواء محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة. عوامل قيام ثورة 23 يوليو 52 بتنقسم إلى 6. 1. استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله، خد بالك معاي، في الشؤون الداخلية لمصر. 2. هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948. 3. فساد النظام الملكي. 4. عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. 5. تدهور الحياة الاقتصادية لمصر. 6. سوء الأحوال الاجتماعية. دول باختصار شديد اللي هم عوامل قيام الثورة. عوامل قيام ثورة 23 يوليو 1952. 1. استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في الشؤون الداخلية لمصر. 2. هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948. 3. فساد النظام الملكي. 4. عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. تدهور الحياة الاقتصادية لمصر. سوء الأحوال الاجتماعية، الفساد، ما فيش ديمقراطية سليمة، والاقتصاد تدهور، والأحوال الاجتماعية بقت سيئة للغاية. واستمر الاحتلال البريطاني يتدخل في شؤون مصر الداخلية. استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في الشؤون الداخلية لمصر. معاهدة 1936 لم تحقق الاستقلال لمصر، فقامت قامت قوات الاحتلال بحصار قصر عابدين. خد بالك من التواريخ دي، في فبراير 1942 لإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس باشا رئيسا للحكومة. استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في الشؤون الداخلية لمصر. إنه معاهدة 1936 ما حققتش الاستقلال لمصر، فقامت قوات الاحتلال بحصار قصر عابدين في فبراير 1942 لإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس باشا رئيسا للحكومة. ممكن يجيب لي سؤال ويقول له معاهدة 1936 لم تحقق الاستقلال لمصر، دلل.
يبقى نقول حيث قامت قوات الاحتلال بحصار قصر عابدين في فبراير 1942 لإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس باشا رئيسا للحكومة. 2. هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948. إن الولايات المتحدة وبريطانيا كانوا بيساندوا مين؟ بيساندوا إسرائيل. وإن الجيش المصري والعربي ما كانش عنده استعداد للحرب، لم يكن مستعد للحرب. يبقى هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948 لأسباب ممكن يقول لي بما تفسر، يجيب لي سؤال ويقول لي بما تفسر هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948. يكون إن الولايات المتحدة وبريطانيا كانوا يساندون إسرائيل، وإن الجيش المصري والعربي ما كانش عنده استعداد للحرب، ما كانش عنده استعداد عسكريا يعني للحرب. 3. فساد النظام الملكي. إن الملك فاروق كان مستبد بالحكم، وانتشرت الرشاوي وانتشار الرشاوي زي ما حصل في صفقة الأسلحة، كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة. الأسلحة الفاسدة بدل ما كان يضرب عدو كان بيضرب في الجند المصري السلاح عشان فاسد. الأسلحة الفاسدة اللي كانت في حرب 67. يبقى 3. فساد النظام الملكي، أن الملك فاروق كان مستبدا بالحكم، وانتشار الرشاوي كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة. 4. عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة، لأنه خضوع مصر للاحتلال البريطاني، وكان زي ما قلنا نحن دلوقتي إنه في فساد النظام الملكي، وفي فساد الأحزاب السياسية، كله بيتصارع عاوز يوصل للحكم، وزيادة الصراع بينهم من أجل من أجل الوصول إلى الحكم. 5. تدهور الحياة الاقتصادية لمصر، حيث أدى توقيع معاهدة 36 إلى جعل مصر ميدانا للمعارك الحرب العالمية الثانية، وجعلوا مصر جعلوها ومواردها لخدمة بريطانيا وحلفائها، مما ترتب عليه مما ترتب إرهاق الاقتصاد المصري، وزيادة المعاناة لأفراد الشعب. أما سوء الأحوال الاجتماعية فكانت الصراعات السياسية بين الأحزاب، وظاهرة الإقطاع اللي يعني امتلاك فئة صغيرة من الملاك بيملكوا مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وكانوا بيسخروا الفلاحين إنه يشتغلوا فيها بالأجر. يبقى ظاهرة الإقطاع
وهي يعتبر سوء توزيع ملكية الأراضي الزراعية. فطبعا اللي امتلكوا الأراضي الزراعية كان هناك استبداد، مما أدى إلى مما أدى إلى انتشار الفقر والجهل والمرض. يبقى دي عوامل قيام ثورة 23 يوليو اللي هم 6 بنود، خد بالك وركز منهم. أما أهداف ثورة 23 يوليو 1952 بتنقسم إلى قسمين: القضاء على 3 حاجات، وإقامة 3. القضاء على إيه؟ القضاء على الاستعمار، أهداف الثورة الاستعمار وأعوانه. 2 القضاء على مين؟ الإقطاع. 1 القضاء على الاستعمار وأعوانه، 2 القضاء على الإقطاع، 3 القضاء على الاحتكار وسيطرة المال على الحكم اللي هم الأغنياء اللي ذو نفوذ. أما إقامة إيه؟ كان عاوز يعمل إقامة جيش قوي، جيش وطني قوي، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة حياة ديمقراطية سليمة. خد بالك من أهداف ثورة 23 يوليو. يبقى القضاء على الاستعمار وأعوانه، القضاء على الإقطاع، القضاء على احتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة جيش قوي، جيش وطني قوي، وإقامة عدالة اجتماعية، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة. أحداث ثورة 23 يوليو إنه في صباح 23 يوليو 1952 تحرك الضباط الأحرار وسيطروا على المواقع المهمة في القاهرة والإسكندرية. وأصبحت إيه؟ أصبحت القاهرة بأكملها تحت سيطرة إيه؟ قوات الثورة. خد بالك معاي، ممكن أقول لك إيه؟ أذكر أحداث ثورة 23 يوليو 1952. في يوم 23 يوليو 1952 تحرك الضباط الأحرار وسيطروا على المواقع المهمة في القاهرة والإسكندرية، وأصبحت القاهرة بأكملها تحت سيطرة قوات الثورة. مطالب الثورة من الملك فاروق إنه يتنازل، يبقى التنازل، يتنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد الثاني. نزل لابنه، ابنه ده كان طفل، أحمد فؤاد الثاني الذي كان طفلا لسه صغير يعني، مؤقتا. 2 إنه يغادر البلاد، مغادرة البلاد قبل الساعة 6، قبل الساعة 6.
من إيه؟ من مساء يوم 26 يوليو 1952. كان رد الملك فاروق إنه وافق الملك فاروق من مغادرة البلاد هو وأسرته قبل إيه؟ الموعد الذي تم تحديده. ممكن يجيب لي سؤال ويقول لي إيه؟ وافق الملك فاروق من مغادرة البلاد هو وأسرته قبل الموعد الذي تم تحديده، بما تفسر. تقول إنه أدرك أن الجيش والشعب المصري يكرهان، كانوا بيكرهوا حكمه كانوا بيكرهوا حكمه لأنه كان حكم مستبد، بالإضافة إلى إيه؟ خد بالك معاي، إلى حط تحتها خط تخلي الإنجليز، إنجلترا يعني، عنه، اتخلوا عنه. لما يسألني يقول لي ما هي مطالب الثورة من الملك فاروق، يبقى هقول له التنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد الثاني الذي كان طفلا، ومغادرة البلاد قبل الساعة 6 من مساء يوم 26 يوليو 1952. كان الرد أنه وافق الملك فاروق من مغادرة البلاد هو وأسرته قبل الموعد الذي تم تحديده. ممكن يجيب لي سؤال ويقول لي بما تفسر؟ هقول له إنه أدرك أن الجيش والشعب يكرهان حكمه، بالإضافة إلى تخلي الإنجليز عنه أو بريطانيا عنه. أما إنجازات ثورة 23 يوليو 1952، وخد بالك من التواريخ، امتحانات كتير بيجي فيها السؤال. في ديسمبر تم إيه؟ إلغاء دستور 1923. أما في يناير ده 1953 فتم إيه؟ حل الأحزاب السياسي. في يونيو 1953 تم إيه؟ إلغاء الملكي وإعلان الجمهوري. وعين مين؟ وعين اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية المصرية. أما في أكتوبر 1954 فتم في إيه؟ توقيع اتفاقية الجلاء عن مصر، يعني القوات البريطانية تمشي من البلد. توقيع اتفاقية الجلاء عن مصر التي تقرر فيها جلاء القوات البريطانية عن مصر خلال 20 شهر. خلال كام؟ 20 شهر من توقيع اتفاقية. في 18 يونيو 1956 رحيل القوات البريطانية عن مصر بعد احتلال دام 74 عاما. فأصبح طبعا فرح شديد، أصبح هذا اليوم عيدا للجلاء.
أما في يوليو 1956 فهو تم فيه إيه؟ تأميم شركة قناة السويس البحرية، وأصبحت منذ هذا التاريخ شركة مصرية بإدارة إيه؟ بإدارة مصرية. دي المجال إيه؟ السياسي. هنقوله بسرعة: إنجازات ثورة 23 يوليو 1952. إن نجحت ثورة 23 يوليو في تحقيق بعض أهدافها وإنجازاتها في إيه؟ بعض المجالات، زي المجال السياسي، المجال الاقتصادي، المجال الاجتماعي، والمجال العربي والدولي. المجال السياسي إنه في ديسمبر 1952 تم إلغاء دستور 1923. خد بالك وركز من التواريخ دي. في يناير 1953 تم حل الأحزاب السياسية. في يونيو 1953 تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وعين اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية المصرية. في أكتوبر 1954 تم توقيع اتفاقية الجلاء عن مصر، اللي تقرر فيها إنه القوات البريطانية تمشي من مصر خلال 20 شهر من توقيع الاتفاقية. في 18 يونيو 1956 رحلت القوات البريطانية مشيت عن مصر بعد احتلال دام كم سنة؟ 74 سنة. فأصبح هذا اليوم عيدا للجلاء. في يوليو 1956 تم تأميم شركة قناة السويس البحرية، وأصبح دي المجال السياسي. هنتكلم عن المجال الاقتصادي. المجال الاقتصادي فهو في الزراعة، 2 الصناعة، 3 إيه؟ التجارة. هناخد واحدة واحدة مع بعض. في الزراعة إن ثورة 23 يوليو اهتمت بالزراعة، فعملت إيه؟ اتوسعت. التوسع في إيه؟ عملوا استصلاح في الأراضي، في استصلاح الأراضي الصحراوية عشان إيه؟ يزودوا الرقعة الزراعية، لزيادة الرقعة الزراعية. ده في المجال الزراعي. دي 1. 2 عملت إيه؟ أنشأت السد العالي. إنشاء السد العالي تم إنجازه سنة كام؟ هاي خد بالك معاي، أي 971 تم إنجازه. ممكن يجيب لي سؤال هنا يقول لي: اهتمت ثورة 23 يوليو 1952 بالزراعة. دلل: تم التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية، وتم إنشاء السد العالي، وتم إنجازه عام 1971. طيب بهدف إيه؟ خد بالك معاي، بهدف إيه؟ ممكن يجيب لك سؤال عنه. بهدف إيه؟ الهدف الأول هو حماية البلاد من خطر الفيضان. في هدف تاني لإنشاء السد العالي: تخزين المياه. الهدف الثالث إيه؟ توليد الكهرباء وتوليد الكهرباء. ممكن يجيب لي سؤال: ما الهدف من إنشاء السد العالي؟ أقول الهدف من إنشاء السد العالي
حماية البلاد من خطر الفيضان، تخزين المياه، وتوليد الكهرباء. دي من ناحية الزراعة. أما الصناعة، اهتمت ثورة 23 يوليو بالصناعة. ممكن يجيب لي سؤال ويقول لي اهتمت ثورة 23 يوليو 1952 بالصناعة. دلل، حيث إنشاء العديد من المصانع، زي مصنع ايه؟ زي مصنع الحديد والصلب، منها مصنع الحديد والصلب بحلوان، ومصنع الأسمدة الكيماوية بأسوان. يبقى حيث أنشأ العديد من المصانع، منها مصنع الحديد والصلب بحلوان ومصنع الأسمدة بأسوان. برضو الاهتمام بالتعليم، الصناعة، ومراكز التدريب المهني. النقطة الثالثة، الاهتمام بالبحث والتنقيب. عن ايه؟ عن البترول، وإنشاء ايه؟ معامل لتكرير البترول. دي الصناعة. أما التجارة، إنه اهتمت ثورة 23 يوليو بالتجارة. ممكن يقول لي دل، تم فتح أسواق خارجية. اهتمت بالتجارة، فتحت أسواق خارجية بالخارج لتسويق المنتجات المصرية. إن عملت تمصير البنوك، تمصير يعني البنوك بقت مصرية، وشركات التأمين وشركات التصدير والاستيراد، يبقى اسمها برضه تمصير، يعني بقت ايه؟ البنوك مصرية. تمصير البنوك وشركات التأمين وشركات التصدير برضه بقت مصرية، والاستيراد برضه. ده ايه؟ ده المجال الاقتصادي، لان احنا قلنا انجازات ثورة 23 يوليو المجال السياسي، وده المجال الاقتصادي. المجال الاقتصادي في الزراعة، في الصناعة، في التجارة. خد بالك وركز، دي كده انجازات الثورة من المجال السياسي والمجال الاقتصادي. من انجازات الثورة، ثورة 23 يوليو 1952، المجال الاجتماعي، القضاء على الإقطاع، صدور قانون الإصلاح الزراعي الأول اللي هو في سبتمبر 52، اللي حدد الملكية الزراعية، وخلاها في النهاية ب50 فدان. بكله أكتر من كده لا، مما زاد من تملك الفلاحين للأراضي الزراعية. 2، مجانية التعليم، جعل التعليم بجميع مراحله بما فيها من التعليم الجامعي، برضو التعليم الجامعي بالمجان. 3، أقام الوحدات الصحية، إقامة الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية. 4، حدد ساعات العمل، تحديد ساعات العمل
وإشراك العمال في مجالس الإدارات، في مجالس إدارة الشركات والمصانع، وحدد نسبة أرباح لهم. أصدر قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات للموظفين والعمال. 6. منح المرأة حق الانتخاب والترشيح لمجلس الأمة، مجلس النواب حاليا، عام كام؟ 1956. دي إنجازات الثورة في المجال الاجتماعي اللي هو القضاء على الإقطاع، إنه صدر قانون الإصلاح الزراعي الأول في سبتمبر 52، وحدد الملكية الزراعية للفلاح 50 فدان، وده زاد من تملك الفلاحين للأراضي الزراعية، لأنه كان الإقطاعيين هم اللي بيملكوا الأراضي الزراعية، وكانوا بيشغلوا فيها الفلاحين. لكن إنجاز الثورة إنه وزع الأرض على الفلاحين. مجانية التعليم، إنه جعل التعليم بجميع مراحله حتى الجامعة بالمجان. إقامة الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية، عملها عشان تخدم الفلاح، والوحدات الصحية عشان خاطر تخدم الشعب. وحدد ساعات العمل، إنه العامل بقي في مجالس إدارة الشركات والمصانع وله نسبة في الأرباح. وأصدر قوانين للتأمينات الاجتماعية والمعاشات للموظفين والعمال، ومنح المرأة حق الانتخاب والترشيح لمجلس الأمة اللي هو مجلس النواب حاليا في عام 1956. 4. المجال العربي والدولي. من إنجازات ثورة 23 يوليو مساندة الدول العربية والأفريقية لنيل الاستقلال، زي السودان والجزائر وتونس. دي من الدول اللي قامت مصر بمساندتها: السودان، الجزائر، تونس، المغرب، الكويت، العراق، اليمن، كينيا. 2. تأييد ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف. 3. تحقيق أول تجربة للوحدة العربية، وكانت بين مصر ومين وسوريا في فبراير 1958. 4. كسر احتكار السلاح العالمي بعقد صفقة الأسلحة الشرقية. 5. المساهمة في تشكيل حركة عدم الانحياز. وحركة عدم الانحياز دي هي يعني عدم الانضمام إلى أي من الكتلة، لا الشرقية ولا الغربية. عدم الانحياز يعني مش منضم لكتلة معينة. حركة عدم الانحياز، وظهور دور مين؟ دور مصر الرائد، مع كل من الهند ويوغوسلافيا سابقا، وبالإضافة إلى إلى أندونيسيا التي انعقد بها مؤتمر باندونغ اللي هو عام كام؟ 1955 ميلادي. بكده خلصنا شرح الدرس الأول، تاريخ ثورة 23 يوليو 1952 ميلادي. متنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تشجعنا إنه نعمل فيديوهات أكتر، وشير للفيديو مع أصحابك. كان معكم مستر رفعت من قناة تفوق في الدراسات الاجتماعية.